امبارح كنا بنرص شقة أختي. اه. ماشي. بنرص الشقة بتاعت أختي هناك. كانت مش أنا، يعني أنا كانت أختي الصغيرة وأختي التانية الكبيرة ومرات أخوي بيرصوا الشقة بتاعتها وكده. فالمهم بعد ما خلصوا رص وكل حاجة، فخلصوا فضوا الكراتين وكده، بيقولوا احنا هناخد الكراتين ومش عارفة ايه وكده، خلاص خلصنا، لا مش هتاخدوها، احنا امي عايزاها مش عارفة ايه انتوا. وشوية شوية راحوا شادين مع بعض. انت بتتكلمي معايا كده ليه؟ هو انت بتبصي لي كده ليه؟ انت عيلة قلة الادب. ده ده مين اللي الكلام ده شده؟ اختك واخوات واخوات جوزها؟ لا. هو شتم اختي الصغيره. لو اه. تقول له انا امي بتقول كذا كذا كذا، انت اه. بتقول لها لا ليه؟ المفروض حاجات بتاعتنا وخلاص، يعني امم. الحاجه ملهاش 60 لازمه اصلا. امم. طب يعني انا مش هديها، انا مش هديكي. فشويه راحت اختي بتقول له هو انت لما ابويا بيرن عليك ما بتردش عليه ليه؟ المفروض انك ترد عليه. قال لها اصلا ببقى ساعات اوقات كتير ما ببقاش فاضي. طب لما انت تبقى فاضي يبقى بكلمه. اقول لها لا ما بكلمش حد، وانا اصلا مش عايز حد يتكلم معايا، وكل واحد يعني ايه، خلاص كل واحد يبقى خليه في حاله. امم. انت راحت اختي الصغيره انت بتتكلم معانا كده ليه؟ اختي الصغيره يعني دي عندها 22 سنه. ماشي. امم. هو انت بتتكلم كده ليه؟ انت بتتكلم مش عارف ايه، انت مالك انت يا بنت؟ انت ما تقوليش بنت. قلبت اه. خناقه. قلبت خناقة وراحت معلية صوتها. راح هو بقى جاي بصدره، قال يعني بيهوش عايز يضربها. امم. فهي ما خافتش، امم. بالعكس راحت معلية صوتها عليه اكتر. انت مش محترم انك انت تقرب عليا كده، انت بتعمل كده ليه؟ تفكرني هخاف؟ انت عيل مش عارف ايه، انت مش محترم. امم. وراحت معلية صوتها. جه بقى اخوه المحامي في نفس البيت، طلع في ايه ومش في ايه، لقى الشكل ده ان هو بيشتمهم وهي بتشتمهم بالكلام ده كله. راح دخل على اختي الصغيرة عايز برضه هو رخر يضربها. راحت قالت ده انتوا عيلة مجنونة ونازلة على السلم، انتوا العالم مش محترمة، ده انتوا ناس بيعير الكلام ده كله. وفي الشارع بقى وسابتهم ومشيت. روحت عندنا جابت والدتي وشدوا هناك في البيت. راحت بقى اختي المفروض ان هو فرح، راحت هناك الشقة هناك. راحت الشقة هناك. دخلت. راحت الشقة هناك. شافتها واقفة وشوية راحت داخلة أوضة النوم. دخلت وراها لقيتها بترتب أوضة النوم وبتروقها. انت بتعملي ايه؟ انت شايفة اخواتك بيتضربوا وبيتهانوا وانت واقفة؟ انت ما عندكيش دم؟ وراحت ايه؟ وراحت مصوتة. انت بتصوتي في اوضه نوم، طبعا اللي هو المحامي، انت بتصوتي في اوضه نوم بنتك. وانتوا عاملين كده ليه؟ انت بتعملي في بنتك كده ليه؟ ومهم يعني الليله خلاص اتفضت وابويا جه ومعلش خلاص مش عارفه ايه، خلاص خلاص وروحنا. والكلام ده كله كان الساعه 4 الفجر يعني. جه النهارده تاني يوم، جت والدتي قالت لي على اللي حصل امبارح ده، هنعمل ايه؟ قلت لها مش هتعملي حاجة، انت هتكملي حاجتك، تودي لهم الأكل هناك، تملي لها مطبخها وتلاجتها وكل حاجة، وبعد كده زي ما هم قالوا ما فيش حد يروح هناك تاني. خدوا عروستهم بقى هناك وهي عايزة تروح هناك، محدش يروح هناك تاني. قالت لي ماشي. راحت تشتري الخضار بتاعت حاجتها. أختي الصغيرة والعروسة الاتنين ايه شدوا مع بعض في البيت. هات المفتاح مش هات المفتاح. المهم يروحوا شادين مع بعض في البيت. راحت رن على جوزها بقى. جوزها بقى مكملين الكتاب، تعالى الحقني، دول بيبهدلوني، دول بيشتموني، انا زهقت، انا بعدت. فجت والدتي بقى من بره، حطت الطلبات بقى وبدأت تعمل الأكل وكده. شوية لقيت مين؟ جوزها جه ومعاه أخوه المحامي. فين مراتي؟ أنا عايز مراتي. انتوا بتعملوا فيها ايه؟ ده مش هتقعد هنا دقيقة واحدة. وراحت التانية ايه مجازة نفسها ان هتخرج تروح معايا. هو راح المفروض اخويا. هتعملوا فرح؟ المفروض ان الفرح بكرة بقى. اه. مم.
فراح اخويا طبعا في اولى جامعه، هو اصغر منها واصغر مني يعني، في اولى جامعه. المهم ايه، في ايه ومش في ايه، انتوا واقفين كده، انتوا بتزعقوا كده ليه، بتتكلموا كده ليه، ايه وعيالة ومش ايه وعيالة والكلام ده كله. راحت والدك موجود؟ ده كانش موجود، كان في الشغل. هما جم فجأة كده، احنا ما نعرفش ان ده كله هيحصل. فراحت التانية نازلة جاري ومجهزة نفسها إن عايزة تروح معاهم. راحت أمي قالت لأخويا هاتها بسرعة، هات البت دي رايحة فين. فبيشدها قال له عيالة، وراح مسك دراعه، لو دراعه وراح خبط دماغه في الباب، باب الحديد، فتح دماغه. تمام. فالتاني لما لقى كده وإن الشارع وقف وبيتفرج. ده الكلام ده المفروض من كام ساعة؟ بالظبط. راح لا، ما الشارع كله واقف وبيتفرج. راح عمل ايه، جاي يضربه. راح التاني ياخد محامي مسكه ضربه بالكمية في بطنه، راح رميه على الارض. واخته اللي هي العروسة راضية بكل ده؟ طبعا. ده ركبت معاهم الموتوسيكل وجريت، اصلا هي كانت مجهزة نفسها تروح معاهم. يعني هي دلوقتي مشيت معاهم؟ مشيت معاهم. والفرح اللي بكره ده راحت فين؟ هي راحت هناك في بيت اهله. ومفروض انتوا حاجزين مكان ولا الفرح ده فين؟ حاجزين قاعة وحجز الكوافير والفستان. والناس اللي رايحة وكل ده هي ضربت بيه عرض الحائط؟ ايه؟ الناس اللي رايحة المعازيم يعني كل ده هيحصل فيه ايه؟ كل ده كله بكرة، كله على ميعادهم وفرحهم. طب ووالدك فين؟ جه وعرف باللي حصل ده كله. كلم واحد محامي. هو بصي المحامي ده يعني اللي هو اخو العريس ده، الاتنين شغالين مع بعض. الاتنين ايه؟ شغالين مع بعض. تمام. في مكتب يعني واحد. المهم ايه، جه خلاص. ايوه يا حاجه، خلاص ما تعملوش اي حاجه، ما تعملوش محاضر، عشان اخويا كان قال انا هعمل محضر. قلت له اجري روح اعمل، انت دماغك اتفتحت والشارع يتفرج عليه، اجري اعمل في المحضر. راح هناك وقال والله انا هعمل. خد البطاقه وراح هناك قالوا له احنا عايزين صورة بطاقه. فبعد كده وهو راح يعمل صورة البطاقة، المحامي لما كلمنا قالوا ما تعملوش وانا هاجي وهحل والله لو عملته بالمحضر. طيب وهو حل دلوقتي ولا لسه؟ بصي هو راح علشان يتكلم معاهم، قال لا والله يعني بصي يا بنتي، بصي يا حاجة، هي بنتك اللي غلطانة، بنتك اللي غلطانة في كل حاجة. قالت له أنا عارفة إن بنتك ما تربتش وأنا كنت عايزة أربيها بس راحت معاهم. قال لها خلاص أنا هروح لهم هناك في البيت وهتكلم معاهم وهشوف وهكلم. فأمي دلوقتي كلمتني أنا أعمل إيه؟ قلت لها هيروح يقعد معاهم وهيقول لكم إيه في الآخر، معلش وحصل خير ومش عارف إيه، ودلوقتي يوسف دماغه اتفتحت والشارع اتفرج عليه وما خدناش حق ولا باطل. طيب انا اعمل ايه؟ قلت لها خليه يعمل محضر. خليه يعمل محضر. قلت لها خليه يعمل محضر على الاقل يعني التهجم اللي حصل امبارح على اختي ما عرفناش ناخد منه حاجه. تمام. وهي اختك اصلا في اختك العروسه موافقه بكل ده يعني؟ طبعًا. ما عندهاش اي مشاكل. طبعا. انا عايزه اقول لك كمان ان كانت قبل الحادثه دي، يعني قبل اللي حصل ده قصدي، كانوا مره شادين في وسط يعني جم عندنا في البيت ومش عارفه ايه، كانوا شادين مع بعض مش فاكره بسبب ان بعد ما ودينا الجهاز بتاعكم مش عاجبنا. ليه؟ اصل التلاجة انا كنت كان عايزها مش عارفه ايه الجي. ناس باينين قوي. واختك هي اول واحده هتدفع الثمن لانها للاسف رخصت نفسها وللاسف وقفت ضد اهلها قصاده. وهو ما تفتكرش ان هو هياخد ده في انها بطله وانها جدعه. ده هو هيدفعها فاتوره
انها وقفت قصاد اهلها وشافت اخوها هو بيتضرب وبيتهان وبيتفتح دماغه، والموضوع عادي عدى ومشيت معاهم وهربت. انتوا في موقف لا تحسدوا عليه حقيقي، لان للاسف في فرح بكره وفي معازيم وفي ناس. اتمنى الجوازه دي كلها كانت تبوظ حتى لو النهارده، اتمنى جوازه زي دي ما تتمش، لكن للاسف انتوا مش هتقدروا تسيطروا على بني ادمه شافت اخوها بيتهان بعينيها وشافت اهلها بيتهانوا، ورغم ذلك عملت انها مش شايفه. هي ده مشيت معاهم، فطالما هي عايزه تعيش معاهم فهي تستاهلهم وهم يستاهلوها. خلي المواضيع تمشي وخليها تتجوز عشان الامور تمشي، وعشان شكلك وسمعتك، وعشان اخواتك التانيين ما يتاثروش. خلي الامور تمشي طبيعيه، وهي ده اختيارها، تتحمله لوحدها بقى. انسوها بقى من ساعه ما تتجوز وتوصل لبيت جوزها، من اللحظه دي انسوها تماما، خلوها تعيش مع حالها ومع نفسها لحد ما هي اللي هتدفع الثمن، وهتتهان وهتتضرب وهتتشتم وهتتلعن وكل حاجه وحشه هتحصل لها، وساعتها هتقول يا ريتني، لان هي ظلمت لما تشوف اخوها بيتهان وتوافق على اهانته. ده ما ينفعش وما يصحش. فالله يعينكم على اللي انتوا فيه. موقف يعني بجد موقف لا تحسدوا عليه، موقف صعب جدا جدا. اخوك عايز يعمل محضر، روح خليه يعمل محضر والامور تمشي. بس في الاخر لو هي تزوجته ده في نسب ما بينكم، هيبقى المحضر ساعتها لو هو خدها هيضربها ويبهدلها هناك بسبب المحضر ده. فيعني لو قدرت ان هو ياخد موقف وكلكم تجتنبوهم والليله بس تعدي بكره، اعملوا كده. انتوا في موقف صعب حقيقي. يعني انا حتى وانا برد حاسه اني مش عارفه اقول لكم ايه، مش عارفه بجد اقول ايه، خاصه ان اختكم عدوه ليكم، اختكم عدوه ليكم، واقفه في صفهم ضدكم. الله يعينكم على اللي انتوا فيه، الله يعينكم على اللي انتوا فيه. ربنا يا رب يلهمكم الصواب باذن الله تعالى.